تعال احكي لكم قصة سريعة. انا شهد، عندي 25 سنة. من وانا صغيرة في المدرسة كنت في مدرسة مختلطة، وكان ابن الجيران معايا في نفس المدرسة. كان مصاحب واحدة صاحبتي ايام المدرسة، وكان شغل عبط وشغل عيال جدا، ولكنه ما بقاش يكلم البنت دي، وانا وهو قربنا من بعض وبقينا نتكلم مع بعض. فضلنا مع بعض وحبينا بعض من ايام المدرسة لحد فترة الجامعة. كل ده ما سبناش بعض خالص، وطبعا كل الناس اللي حوالينا كانوا عارفين ان احنا لبعض، سواء الاهل، سواء صحاب المدرسة، سواء صحاب الجامعة، سواء اهل المنطقة. اصلا الاهالي كانت عارفة كل حاجة ومستنيين الوقت المناسب اللي يبقى فيه جاهز يقدر يجي يتقدم لي ويتقدم. وكانت في بعض المناسبات كان بيجي يحضرها عندنا، ونفس الكلام مناسبات كتير كنت بحضرها عنده. كنا بنتخانق كتير ونتصالح كتير، بس عمرنا ما في مرة بعدنا عن بعض او قعدنا بالاسبوع والاسبوعين والشهر ما بنتكلمش مع بعض، لحد ما جه اليوم وقررنا ان احنا نتخطب. اهله ساعدوه طبعا في الشبكة، وعملنا خطوبة في بيتي، وكان الموضوع لذيذ قوي، كل الناس كانت مبسوطة لنا. اتخرجت من الجامعة، اشتغلت ماركتينج وهو اشتغل في شركة مقاولات، ولحد هنا كانت كل حاجة لذيذة جدا. ما كانتش الشقة لسه جت، ووالدتي عرضت عليه ان هو يجيب شقة ايجار، لان الشقق دلوقتي بقت غالية جدا والموضوع كان صعب قوي. ولكن اهله كانوا مصرين ان احنا هنساعده في ان احنا نجيب شقة تمليك، لان انا استحق احسن حاجة. وبالفعل في شقق نزلت تبع الحكومة وقدم فيها وجاله الشقة، وبدأنا في التشطيبات وبدأنا في التجهيزات، وكنا خلاص قربنا نتجوز. مش هقول زي اي بنت، لان في بنات كتير ما بتعملش ده، ولكن قربت منه بزيادة، وحصلت ما بيني وما بينه حاجة غلط. وكانت من اول هنا بداية الكوارث. فجأة انا مش عايزك، فجأة المشاكل زادت، فجأة بقيت اخاف من كل حاجة، ان هو يسيبني، ان هو يبعد، ان هو يعرف عني حد. خلاص بقيت في موقع صعب، لحد ما جه يوم من الايام طلب ان احنا نتقابل في نفس المكان اللي احنا بنتقابل فيه على طول، او المكان المفضل لينا، وقال لي شهد انا مش هقدر اكمل معاكي. طيب واللي حصل بيني وبينك هنحله بقى بدكتور، هدفعلك الفلوس، دي غلطة انا شلتها انا وانتي، وعندي استعداد اشيلها معاكي عادي. حياتي حرفيا اتدمرت، ما استحملتش ان انا اتحط في المكان ده. افكار كتير كانت بتيجي في دماغي، ومع الاسف عشت اسوأ ايام في حياتي كلها. وطبعا انا في لحظة ضعفي رحت حكيت لاختي الكبيرة كل حاجة، واختي قالت كل حاجة لأمي، وكنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نداري على اخويا الكبير وعلى بابايا، علشان خاطر ما نوصلش الحيطة سد او الدنيا تتعك اكتر ما هي معكوكة. طبعا لما مامتي واختي راحوا اتكلموا مع مامته، غلطوه 100%، وقفوا في صفي وكانوا عايزين الجوازة تتم، ولكن هو كان بيعند اكتر واكتر ان هو مش عايز. خلاص تمام، انا عندي استعداد ان انا اكتب كتابي عليها وبعد كده نطلق. والدتي حاولت تجيبه يمين وشمال ان ده مش اوبشن موجود، لان الناس هيبقى عندها علامات استفهام، ليه كتب الكتاب تم وليه الطلاق تم. حتى بابايا واخويا كان هيبقى عندهم نفس علامات الاستفهام، ولكن مع الاسف الكلام ده ما كانش فارق معاها خالص. طبعا لما مامتي ما لقيتش حل في اي حاجة، اضطرت ان هي تتكلم مع ابويا، وهنا كانت بداية كل حاجة سودة في حياتي. موبايل بتاعي اتاخد، نزول ما بقاش ليا نزول، الضرب في الراحة وفي الجاية. وطبعا انا ما بقولش ان انا مش غلطانة، انا كنت استحق كل حاجة حصلت معي. وطبعا لما عرف ان بابايا دخل في الموضوع، اضطر ان هو يجيب ورا. وتمام، انا موافق وما عنديش اي مشكلة في الجواز، وكأني كنت بحكم على نفسي بالاعدام. انا متجوزاه دلوقتي بقالي 1 و7 شهور، مفيش يوم واحد عشته معاه حلو، ودايما بتعاير بكل حاجة عملتها معاه قبل الجواز. انا بحكي لكم القصة دي ليه؟ عشان احنا قلنا 3000 مرة بلاش، ما تسلميش نفسك. الشيطان بيهيألك ان ده الشخص السليم في الوقت السليم، يمكن وقتها كان الشخص السليم في الوقت السليم قبل ما ده يحصل، ولكن مهما كنتي كويسة ومهما كنتي متربية ومهما ومهما ومهما، لو ده حصل تحت اي مسمى بقى بالنسبة لك، حب، مشاعر، اي حاجة، بس بين قوسين ما حطيتيش ربنا،
ربنا ما بيباركش في الحرام ابدا. انا عامله لكم الفيديو ده عشان اقول لكم غلوا نفسكم، ما تعملوش اي حاجه قبل الجواز، ما تسلموش نفسكم لناس رخيصه، ما تبيعوش نفسكم بتمن قليل. كل حاجه عايزين تجربوها في الدنيا هيجي وقتها وهتجربوها، فما تستعجلوش على الحاجات. وياكي تفتكري ان لما تعملي ده مع شخص ومهما طمنك هيكون معاكي، هو خلاص اخد اللي هو عايزه يتجوزك ليه. مفيش حد في الدنيا ما جربش الفيلينجز كلها، بس في حد استنى على الميعاد وفي حد نط في الحفرة قبل ميعاده. وعلى فكرة القصة دي منقولة. يا درويش درويش، انت يا درويش، ايه الدوشة دي على الصبح؟ عاوزة ايه؟ مالك ومالي؟ ما تصحى بقى يا درويش، الساعة بقت 10. وايه يعني؟ ما انت عارفة النهاردة الجمعة وما عنديش شغل. بس انا عندي شغل. عندك شغل؟ رايحة الديوان حضرتك؟ النهاردة القبض واتأخرتي على الصراف وخايفة لا يمشي من غير ما تقبضي. هو انت ما حوالكش غير القبض والفلوس والصرف؟ امال عاوزانا اتكلم في ايه؟ في الفساتين والموضة اللي مالكيش شغل غيرهم؟ ده انت طلباتك ما بتخلصش. انا درويش بطلب منك فساتين؟ نسيتي الفستان اللي جبتهولك السنة اللي فاتت؟ امتى بقى انت غلطت مرة وجبت لي فستان؟ ده انا ما عنديش غير الفستان اللي ماما جابته لي الشهر اللي فات. ونسيتي الفستان الاسود اللي جبتهولك يوم ما ماتت بنت خالة مامتك؟ يعني كنت عاوزني اروح اعذب فستان اصفر يا درويش؟ ويا ريته كان سليم، الا كان مقطع وما عنديش غيره. يا درويش اعمل معروف، قفل على الموضوع ده وخليك ساكت. انا عاوز افهم دلوقتي، انت عاوزه مني ايه؟ تصحى علشان نوضب الاوضه وننضفها ونفتح الشبابيك دي، خلينا نغير هوا. بقول لك الساعه بقت 10. لا اوعي تفتحي الشبابيك دلوقتي. عاوزه تغيري هوا الاوضه، تغيريه العصر ولا المغرب يكون احسن. اشمعنى العصر ولا المغرب؟ دلوقتي الشمس حاميه، ولو فتحت الشبابيك السجاده هيتغير لونها، ولو اتغير لونها هتدوب بسرعه، وانا معيش فلوس عشان اجيب سجاده غيرها. فهمت يا سعاد؟ فهمت. ما انا فاهمه من زمان، من يوم ما اتجوزتك وانت على ده الحال. هو انا لسه هعرفك النهارده؟ يا سعاد يا سعاد بلاش رغي، سيبيني انام شويه وحياه ابوكي. تنام ازاي؟ الاولاد لسه ما فطروش لغايه دلوقتي، وانا من الفجر بشتغل في البيت. اهو لسه بدري، الدنيا ما طارتش. بذمتك انت ما جوعتش؟ الاولاد عاوزين ياكلوا من بدري، وحضرتك بقى منبه ان مفيش حد يفطر لوحده. قال ايه؟ لازم كلنا نفطر مع بعض علشان الاكل يبقى مبروك ويتوفر. عشان الولاد يتعلموا النظام يا سعاد. علشان يتعلموا النظام ولا التوفير؟ هي دي الطريقه اللي عاوز توفر بيها؟ عاوز تفطر الساعه كام؟ طبعا زي ايام الجمعه اللي فاتت، نفطر الساعة 12 ونتغدى الساعة 8 بالليل، وبالطريقة دي نوفر العشاء، مش كده؟ كل ده عشان صحتنا وصحة الولاد. انت مش دايما بتشتكي من الحموضة اللي في المعدة؟ اهو ده سببه ان الانسان يتعشى وينام، لكن لما يبات من غير عشاء لا تجيله حموضة ولا يدفع فلوس للدكاترة ولا يشتري دواء. هو ده اللي يهمك يا درويش؟ انك ما تروحش عيادة دكتور وما تروحش اجزخانة وتصرف دواء وتدفع ثمنه؟ انا بس مش فاهم ليه الناس بتدور على باب تصرف فلوسها فيه. وانا مش فاهمة الناس ليه تحرم نفسها من كل حاجة علشان تحوش. الواحد يكون وسط، لا يحرم نفسه ولا يضيع فلوسه على الارض. والله انا كده يا سعاد. وانا كمان بقى ماليش دعوة. اسمع، انت ما كانش ليك جواز ابدا يا درويش. الله يجازيه ابوكي. يعني ايه بقى؟ اظن هو اللي راح واتحايل عليك علشان تتجوزني. طب دي حتى ماما ما كانتش موافقة. وهو راخر ما كانش موافق، بس ما كانش معاه فلوس. بتقول ايه؟ انت كنت عاوز تتجوز بنته وعاوز منه فلوس كمان؟ لو اداني فلوس ما كنتش اتجوزت بنته، ما كنتش اتجوزت خالص. ابوكي كان مديون ليا بقرشين ما قدرش يدفعهم، وما كانش فيه امل انه هيدفعهم، وانا فلوسي ما تضيعش قدام عينيا وانا ساكت ابدا. يعني لازم تاخد حاجه قصاد فلوسك، مش كده؟ وما كانش قدامي حاجه غيرك، خدتك قصاد فلوسي. قلت لابوكي جوزني سعاد وانا اتنازل لك عن الدين. ما كانش قدامه غير كده، كان لازم يوافق. وانت فاهم ان ده جواز ده؟ طبعا جواز. مش جواز ليه؟ ده انا اتجوزت وخلصت بحقي. اظن ما فيش في الدنيا احسن من كده. مش عاجبك الكلام ده يا استهانم؟ معلش عاجبني انا. مش هنروح المشوار بتاعنا يا درويش؟ يا سيدي ما احنا رايحين اهو. طب ما تيجي نركب اتوبيس ولا ترماي؟ وعلى ايه؟ دي مسافة قصيرة ما تستاهلش الركوب يا صالح. ودي احنا بنتمشى واحدة واحدة لغاية ما نوصل. اي تسالي. نتمشى؟ عاوزنا نمشي من مصر القديمة لغاية شبرا البلد؟ وفيها ايه يا اخي؟ دي فرقة كعب.
لسه هنستنى الترماي؟ ومين عارف يمكن يجي زحمه وما نعرفش نقعد، وهو وقوف بوقوف. ادي احنا ماشيين. هو انا ما قلتلكش؟ ما قلتليش على ايه؟ على حته الارض اللي جنب الجنينه بتاعت المعلم سليم. مالها؟ عاوز يبيعها. دي لها قصه طويله قوي، تعال احكي لك عليها واحنا ماشيين. لا 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 يا درويش، انا مش هقدر امشي ده كله. يا اخي تعالى، المشي احسن رياضه. امال انا محتفظ بصحتي لغايه دلوقتي ليه؟ من الرياضه ومن المشي. طب جرب المشي كده وانت بكره تدعي لي توفر صحتك وتوفر فلوسك يا راجل. هو ده المهم. لو حياتك يا صالح، انا ما قصديش كده. بقى انا همشي عشان اوفر اجره الترماي ولا اجره الاتوبيس؟ انت ماشي على مهلك ليه؟ مد شويه يا ابو صلاح. طب حاسب حاسب يا راجل مد، ما تخافش. امال حاسب ايه؟ خلي قلبك جامد. العربيات جايه يا درويش واشاره المرور قافله. يا راجل العربيات لسه بعيد، تعالى. يا سيد انت وهو، انتوا عديتوا الطريق والاشاره مقفوله. يا شاويش ادي احنا عدينا وخلاص. مفيش حاجه اسمها خلاص. سلام عليكم يا شاويش، المسامح كريم. انا اقدر اسامح في حقي بس. معلش المره دي. انتوا عملتوا مخالفه ولازم تدفعوا الغرامه. عاجبك كده يا درويش؟ هي المخالفه دي هيدفع فيها كام؟ حاجه بسيطه، كل واحد فيكم 25 قرش. 25 قرش؟ هو احنا عملنا حاجه يا شاويش؟ خالفتوا قواعد المرور يا حضرة. يلا بينا. على فين يا شاويش؟ تدفعوا الغرامه في كشك المرور. يا عم لا خالفنا ولا عملنا، نرجع تاني مطرح ما جينا. يا سيد انت وهو، اهو انتوا دلوقتي خالفتوا قواعد المرور مرتين. يا شاويش احنا رجعنا تاني اهو. انتوا عديتوا الشارع والاشاره مقفوله، وعديتوا تاني والاشاره مقفوله برضه، تبقوا عملتوا مخالفتين. الغرامه 50 قرش لكل واحد. يلا ادفع يا سي درويش. لكن انا ما معيش فلوس خالص. بسيطه يا حضرة، هنعمل محضر وناخد عنوان السكن ونمره البطاقه العائليه. مش حضرتك متجوز؟ يوه ما تفكرنيش بقى يا شاويش، مش كفايه الزنقه اللي احنا فيها؟ طب تعالوا معايا دقيقه واحده، مش هعطلكم. ما كنا دفعنا يا درويش. ندفع ازاي بس يا صالح؟ مش كل اللي هيعملوه هياخدوا عنوان السكن ونمره البطاقه؟ ما هو لو ما دفعناش هتبقى فيها قضيه يا درويش. قضيه؟ مش يمكن يتحكم بالبراءه؟ يمكن قاضي يقول ما كانش شايف الاشاره، ما كانش واخد باله، اي حاجه يا اخي. بقى عاوز ندفع 50 قرش بسهوله كده؟ انت مش عارفني ولا ايه يا صالح؟ ده انا درويش يا صالح. لا عارفك، طول عمرك فنجري. مين؟ اهلا اتفضل. اهلا وسهلا. ايه يا سي درويش، مالك؟ هو جرى حاجه ولا ايه؟ سعاد مالها؟ سعاد كويسه خالص، دي حتى واقفه في المطبخ بتعمل شاي لنفسها. امال يا ابني دي بعتت بتقول انها عيانه. عيانه ازاي؟ دي كانت كويسه الصبح قبل ما اخرج، ورجعت لقيتها كويسه وهي اللي فاتحالي. اتفضل ادخل، اتفضل انا هنده لها حالا. اتفضل. ايه الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ ايه اللي عملتيه ده يا سعاد؟ ايه مالك؟ مش عاوزني اعمل كوبايه شاي اشربها مع الاسبرين؟ احنا في الشاي دلوقتي، تعالي اتفرجي على الورطه اللي وقعتينا فيها. ورطه ايه؟ ابوكي وصل وقعد في الصالون. يا خبر، ده انا نسيت. نسيتي ايه؟ مش تفهميني؟ فوزيه اختي كانت هنا الصبح وقلت لها خلي بابا يفوت عليا. يعني ما يفوتش الا في وقت زي ده؟ معلش بقى يا درويش. معلش ازاي؟ لازم تخلصينا من الورطه دي. شوفي لك طريقه. هنغديه ايه؟ ما عندناش حاجه. اهو يتغدى اي حاجه يا درويش، ما تكبرش الموضوع. قلت لك مش ممكن يتغدى هنا ابدا. يا دي الكسوف. طب حاضر انا هتصرف يا درويش، انا رايحه له. هتقولي له ايه؟ مش تقولي لي بس تفهميني؟ يا اخي وانت مالك، انا هعرف شغلي. اهلا. ازيك يا سعاد؟ قلبي عندك يا بنتي. والله انا لما قالت لي فوزيه جيت على طول. وازاي ماما ما جاتش ليه؟ ماما تعبانه شويه يا سعاد، ما انت عارفه يا بنتي انها ما تقدرش تمشي. ده انا كنت جايه علشان اشوفها. تعرف يا بابا، لولا فوزيه جاتني النهارده كنت جيت لكم. اصلي عاوزه اشوف ماما، دي وحشتني قوي. ايه رايك تيجي معايا يا سعاد؟ ايه رايك يا درويش؟ خلاص يا سعاد، ما دام ماما عيانه يصح برضه تروحي تشوفيها. مش كده بالذمه يا ابني؟ والله يا عمي والله دي لينا وحشتني خالص. طب ما تيجي معانا يا درويش علشان تشوف ماما. بس ايه؟ يلا بينا يا درويش، دي ماما هتفرح قوي لما نروح كلنا. قول لي يا بابا هتغدينا ايه؟ اللي انتوا عاوزينه. ايه رايك تتغدوا سمك؟ اهو درويش بيحبه وانت كمان بتحبيه. مش كنا نتغدى هنا يا سعاد وبعدين نخرج؟ يلا بينا يا درويش، يلا ما تكسفش بابا. هو في فرق؟ ما هو ده بيتنا وده بيتنا. بتعمل ايه يا درويش؟ يا اخي بشوف التلفزيون بتاعنا، الصورة مش واضحة والصوت مش واضح. انت اللي بتشوفه؟ انت تعرف التلفزيون يا راجل؟ مش فيه ناس فنيين وناس متخصصين؟ ايه يعني؟
عاوزني اصلحه عند الفنيين عشان ادفع الشيء الفلاني؟ امال انت اللي تصلحه؟ انا اكتشفت ان العيب من الاريال، هظبطه دلوقتي واوضبه، وهتتفرج بقى يا عم على الصوره والصوت هيكونوا زي الاول واحسن كمان. يا درويش طوعني ادي العيش لخبازينه. عيش مين وخبازينه مين يا عم؟ امسك يا صالح، امسك السلم كده وناولني الشاكوش والمفك. هتعمل ايه؟ هفك المسامير واعدل الاريال. يا درويش مش كده. مش كده ازاي بس؟ امال عاوزني ادفع فلوس؟ انا بعمل كل حاجه بايدي، جلدة حنفيه انا اللي اعملها، كرسي، دولاب، نمليه انا اللي اصلحه، مفيش نجار ولا سباك